حربتها فاتن حمامة وأساءت لمسيرتها ميمي شكيب. معلومات أول مرة نسمعها ونقولها عن الفنانة الجميلة كريمة الشريف. الوسط الفني مش زي ما احنا متخيلين كله شهرة وسعادة وطرف وفلوس كمان، لكن طبعا في كواليس بتحصل ورا الشهرة وورا كل ده. الفنانة كريمة الشريف فنانة من نجمات الزمن الجميل، وطبعا كان لها أدوار كتير هامة ومميزة في السينما، لكن في كتير جدا مش فاكرينها ومش عارفين هي مين. وطبعا كان دايما لها إطلالة متميزة وابتسامة ما كانتش بتفارق وشها دايما، وكلنا نفتكرها في دور سامية زوجة وجيه مع الفنان صلاح ذو الفقار في فيلم زوجة من باريس. وطبعا كلنا سمعنا عن قضايا الدعارة اللي كانت بتقودها زمان الفنانة ميمي شكيب، واللي ورطت فيها مجموعة من الفنانات وكان من ضمنهم الفنانة كريمة الشريف. وطبعا تهمتها في قضايا الدعارة أنهى على مسيرتها الفنية مبكرا. تعالوا يلا نشوف مين هي الفنانة الجميلة كريمة الشريف. اسمها بالكامل كريمة علي محمد حنفي. اتولدت في أسرة فقيرة في حي عابدين، كان لها 6 اخوات، هي كانت أصغر واحدة في اخواتها. اتولدت 11 من أغسطس سنة 1942، وكانت أكتر اخواتها تدليلا لأن هي كانت أصغر واحدة في اخواتها. وطبعا بدأت مشوارها الفني القصير بمحاولة لقاء الفنان يوسف وهبي، وكانت دايما بتروح وتحضر كواليس المسرح بتاعه، وكانت بتحاول ان هي تقابله لان هي كانت عاشقة للفن بشكل كبير، وكانت عاوزة تقنع الفنان يوسف وهبي بموهبتها بأي شكل. وبالفعل أقنعته بالموهبة بتاعتها وبدأت مشوارها الفني، وقدمت مع الفنان يوسف وهبي العديد من الأعمال. وبدأت شغلها في السينما سنة 1960 في فيلم المراهقات مع الفنانة ماجدة، وشاركت بعد كده في العديد من الأفلام، وصل عدد أفلامها ما يقارب من 85 فيلم، وتحديدا سنة 1989 في فيلم قلب الليل في دور الدادة بهجت. وفي سنة 1974 اتهمت الفنانة كريمة الشريف في أشهر قضية دعارة في الوسط الفني، واللي كانت بتديرها الفنانة ميمي شكيب. واتقال وقتها إن الفنانة كريمة كانت بتاخد مبلغ 50 جنيه نظير الزبون الواحد في الليلة. وطبعا الفنانة كريمة الشريف نفت ده في التحقيقات اللي قالتها في النيابة، وقالت إن الفنانة ميمي فعلا كلمتها وعرضت عليها الأمر ده، ولكن كريمة الشريف رفضت، وانتهى الأمر ببراءة الفنانة كريمة الشريف. وفي سنوات حياتها الأخيرة أصيبت الفنانة كريمة الشريف بمرض خطير، وفي الوقت ده ابتعدت ابتعاد كامل عن الأضواء والكاميرات لحد ما توفت في 25 من شهر يناير سنة 1993، وكان عمرها في الوقت ده 50 سنة. وماتت كريمة الشريف وسابت بنتها الوحيدة اسمها إيمان، وتركت وراها مسيرة فنية عبارة عن مجموعة من الأفلام وبعض الأدوار المسرحية.